السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. هنتعرف في هذا اللقاء على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا القادمة في السوبر المصري، حيث تقام النسخة الثانية من كأس السوبر المصري بنظامه الجديد بمشاركة 4 أندية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا. ويستعد فريق الأهلي لخوض مباراة صعبة أمام فريق سيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري، ويعول لاعب الأهلي على بطولة كأس السوبر المصري من أجل مصالحة جماهيرهم الغاضبة من اللاعبين بسبب الإخفاق في التتويج بلقب السوبر الإفريقي والذي خسره لصالح الزمالك، لا سيما وأن اللاعبين لم يقدموا المردود المنتظر خلال اللقاء، وسيطر التخاذل والاستهتار على أداء كل لاعب الأهلي في تلك المباراة. وتعد مباراة السوبر المصري 2024 أول بطولة للأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي من أجل مصالحة الجماهير الحمراء، وفرصة لاستعادة ثقة الجماهير في لاعبيها ولتصحيح المسار بعد بداية غير مطمئنة، وسط حالة من القلق والترقب على أداء عدد كبير من اللاعبين. ويرغب كولر في إجراء تعديلات على تشكيل الأهلي وإدخال الصفقات الجديدة من أجل زيادة الدوافع لدى اللاعبين، بعدما سيطرت حالة من التراخي والاستهتار على أداء اللاعبين في مباراة السوبر الإفريقي الأخيرة أمام الزمالك. ويعيش فريق الأهلي على صفيح ساخن في شهر أكتوبر الحالي، حيث يواجه الفريق الأحمر غضبا كبيرا من جماهيره إثر خسارة لقب السوبر الأفريقي أمام الزمالك. ويعكف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر على دراسة مباريات سيراميكا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق قبل لقاء السوبر. ويعمل كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة السوبر الأفريقي أمام الزمالك. ويرغب كولر في تخطي عقبة سيراميكا والصعود للمباراة النهائية لبطولة السوبر للتتويج باللقب ومصالحة جماهير الأهلي الغاضبة من فقدان لقب السوبر الإفريقي لصالح الزمالك بركلات الترجيح. على الجانب الآخر، يتطلع فريق سيراميكا تحت القيادة الفنية لأيمن الرمادي لحصد ثالث ألقابه تحت قيادة المدرب المخضرم ومنافسة الكبار، بعد تتويجه بلقب كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم للعام الثاني على التوالي، عقب فوزه في المباراة النهائية على طلائع الجيش ب3 أهداف مقابل هدف. واستقر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على إسناد بطولة كأس السوبر المصري ل10 حكام مصريين. ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا في المباراة المقرر لها مساء الأحد القادم الموافق 20 أكتوبر على استاد النهيان بالإمارات في نصف نهائي كأس السوبر المصري. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 5 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 7 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 8 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 4 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قنوات أبو ظبي الرياضية بجانب قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة العربية. كل الأمنيات لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر.